تانية ابتدائي بناخد درس جميل جدا في الماث عن برايم 2 تانية ابتدائي. ده المفروض في شابتر 3 ليسون 1 و 2. يعني انت وانت في شابتر 3 كده عشان تفهم شابتر 3 اول ليسون وتاني ليسون في معلومه مهمه جدا في التو ليسونز دول لازم تعرفها، اللي هي الكلمه القريبه والكلمه البعيده. هتقول لي يا مستر يعني ايه؟ هنلعب لعبه حلوه مع بعض. اللعبه دي عباره عن ايه؟ ان انا بعرف اول حاجه ان التن معناها 0 1. على فكره التن بتتكتب كده بس انا بختصرها واقول تي بس. يبقى التن معناها 0 ايه؟ 1. ال100 اللي هي المفروض بتتكتب كده. وبعد هيقول لها يا مستر طب ال100 هو يكتبها لي في السؤال 100، ممكن يكتبها لك 100 ممكن يكتبها لك اتش بس. المهم تبقى فاهم ان ال100 معناها كام زيرو؟ 2. التن 0 1. هنلعب، يلا نلعب. انا بيجيني اسئله كده، بصوا نبص على الاسئله. هنا الكلمه القريبه والكلمه البعيده. بصوا كلمه تن قريبه، دي 100 قريبه، تن قريبه، 100 قريبه. تعال نكمل هنا. بص كلمه قريبه، الكلمه يبقى لحد هنا الكلمه قريبه من الرقم. هي مثلا طب انا اعرف البعيده ازاي؟ اهي شوف الكلمه واقفه فين والرقم واقف فين. واخدين بالكم؟ بص الكلمه فين والرقم فين، الكلمه فين والرقم فين، واخد بالك؟ بعيد عنه. يبقى هنا الكلمه قريبه من الرقم، لازقين في بعض. هنا الكلمه واقفه بعيد عن الايه. عشان كده مسمي الدرس ده الكلمه القريبه والكلمه البعيده. القريبه بتعمل ايه والبعيده بتعمل ايه. وبعد ما نفهم الموضوع هنخش على المرحله الثالثه بقى. هتقول لي يا مستر المسائل دي توجع البطن، اللي هي فيها كلمه قريبه وكلمه بعيده، كلمه قريبه وكلمه بعيده. طب يلا نفهم الموضوع واحده واحده. اول حاجه عايزين نتعلمها الكلمه القريبه بتعمل ايه. قال لك الكلمه القريبه دي لما تبقى واقفه قريبه من الرقم يبقى هي بتحب الرقم. بتحب ايه؟ انا لما اكون واقف جنب واحد كده يبقى انا بحبه. يعني ايه؟ لو معايا حاجه هديها، معايا فلوس هقول له خد الفلوس دي، معايا زيرو هقول له خد الزيرو ده. يبقى القريبه بتحب الرقم تقوم تدي له الزيروهات بتاعتها. طب كلمه 10 قريبه من الثري، يبقى التن بتحب مين؟ هتعمل ايه بقى للثري عشان هي بتحبها؟ التن ما حلتهاش غير 0 1، تقول لها خدي انا مش عايزاه. يبقى دي الاجابه هتبقى 3 وجنبيها 0. الله، التن عشان قريبه راحت مديها 0. 10 قريبه من ال40. طب ايه اللي هيحصل؟ هتنزل ال40 زي ما هي اهي، والتن دي هتروح مديها ايه؟ 0 عشان هي قريبه منها بتحبها. لعبه جميله جدا. ال7 اهي الكلمه القريبه منها 100 قريبه منها لازقه فيها، هتروح مديها كام 0؟ 2 0 عشان 100 اهي. هي اساس اللعبه انك تعرف ان التن معناها 0 وال100 معناها 2 0. لعبه غايه في الجمال، حلوه جدا هتعجبكم. 15 هكتب 15 اهو. طب وكلمه تن قريبه تعمل ايه التن لل15؟ هتديها بوسه. التن بوسه واحده ولا بوستين؟ بوسه واحده. التن بوسه واحده، ال100 بوستين. دي 10 هتروح مديها لل15 0 1. 10 هتدي لل20 0 1. في واحد يجي هنا يقول لي مستر انت ضحكت علينا، هي مش المفروض 10 بتدي 0 1؟ طب انت انا اديتها 2. اقول له لا انا ما اديتهاش 2، انا اديتها 0 1 بس. امال ده ايه؟ ده كان معاها، ده كان بتاعها من الاول، انا ماليش دعوه، انا اديتها واحد جديد بتاع كلمه ايه؟ 10. طب يا مستر هنا التن ادت 2 0، اقول لك برضه لا هي التن ادت 0 1 بس. امال ده ايه؟ ليه بقوا من 2؟ عشان كان في واحد اصلا بتاع التون من الاول. حلوه اللعبه؟ طيب 16. انا بس خايف اللون الازرق يبقى مش واضح في التصوير. طيب بصوا 16 هنزل ال16 اهي. 100 قريبه ولا بعيده؟ قريبه. بوستين. ال100 هتدي الرقم ده كام بوسه؟ بوستين. طب هنا تعالوا نكمل. هل التن قريبه ولا بعيده؟ انا هقف هنا عشان الكتابه هتبقى حلوه. التن قريبه صح؟ هتعمل ايه لل52؟ ادي ال52 اهي، والتن هتروح مديها بوسه. التن هتديها بوسه يعني 0 1. في ناس شاطره انا شايفهم قاعدين بيجاوبوا في سرهم. 9 ادي ال9 اهي، كلمه 100 واقفه جنبيها تديها ايه؟ 2 0. اوكي؟ فهمنا الكلمه القريبه. الحاجه الثانيه بقى واقفه بعيد، هي كده مش بتحب الرقم. بص اللي واقفه قريبه بتحبه، عارف اللي واقفه بعيد دي بتكرهه. واقفه كده بتقول انا مش بحبك.
لان انا لو بحبك كنت وقفت جنبك. انا واقفه بعيد عنك. عارف ايه اللي يحصل؟ الكلمه القريبه بتحب الرقم بتديله زيروات، الكلمه البعيده بتاكل. ايه ده؟ كلمه تن بعيده هتدي زيرو؟ لا دي هتاكل. التن بتشبع بكام زيرو؟ تاكل زيرو واحد تقول لك الحمد لله انا شبعت اهي. يبقى هتاكل التن دي تروح واكله منها زيرو، يبقى هنا يتبقى 80. طب هنا كلمة 100 قريبة ولا بعيدة؟ هتقول يا مستر هنا بعيدة، وطالما بعيدة هتاكل كام زيرو؟ ال 100 مفجوعة شوية. ال 100 علشان تاكل لما بتاكل تقول لك أنا مش بشبع غير لما باكل 2 زيرو. هتروح واكلة زيرو وزيرو، هتبقى إيه؟ طب 10 واقفة بعيدة تاكل زيرو، كل البعيد ده هياكل. هتبقى دي 30 إيه؟ 32 ال 10 هتاكل ده، هيبقى ده 14. ال 10 هتاكل ده، هيبقى ده 60. ال 100 هتاكل 2 هيبقى ده 15. انا شايف ناس شطار بيقولوا مستر حل بقى بسرعه. ال 100 هتاكل ده وده، هيتبقى هنا ايه؟ 7 و0. على فكره انا هسال بعد ما اخلص. 7 ال 100 اكلت 2. ال 100 هتروح واكله هيتبقى هنا 2 و4. الصوت هيبقى هنا 24. طيب خلصنا. تعالى بقى هنا يا باشا. هتقول لي يا مستر انت كده دخلتني في الصف. ده هنا يا مستر في كلمه قريبه وكلمه بعيده. هقول لك تعالى نلعب حاجه. الكلمه القريبه بتحب الرقم، هتقول له خد الزيروهات بتاعتي انا مش عايزاها. يبقى ال 100 بتحب الرقم هتديله الزيروهات. هتروح جايه البعيده دي هتقول لها خلصتي انا هخش اكل بقى. طب تعالى نشوف هي 100 هنا قريبه ولا بعيده؟ مش ال 100 قريبه من ال 7؟ يبقى تنزل ال 7 كده اهو، وال 100 هتديها 0 و0. يبقى كده ال 7 اخدت كام زيرو؟ ال 7 خدت 2 زيرو بتوع كلمه 100. جايه دي واقفه كده بص، تقول لها خلصي. هتقول لها خلاص انا اديتها. هتروح بقى هي داخله انا مش هقدر اكتب الاجابه دي هنا. بصوا انا هنا ده لما ادى ده زيرو حطيته هنا، دي لما ادت ده زيرو حطيتها هنا. طب دي لما ادت 2 زيرو حطيتها هنا. لا هنا مش هقدر احط الاجابه دي هنا لان في كلمه شريره واقفه بعيد. قبل ما ده يتكتب هنا التن هتروح داخله تاكل. التن بتشبع بكام زيرو؟ هتروح واخده زيرو واحد، يبقى انا يتبقى 70. شفتوا لعبه جميله جدا. القريبه تدي والبعيده تاكل. طب انا مش هكتب بقى الرقم كله. مش دي 22 معاها 100، ال 100 هتديها كام زيرو؟ 2. يعني كان دي تبقى 22 وجنبيها 0 و0 اهي. مع ان انا مش بحب اكتب، انا بكتب الزيرو والزيرو خالص. هتيجي كلمه 10 الشريره اللي واقفه بعيد دي تروح واكله ايه؟ 0. يبقى هنا يتبقى 22 و0 1. ال 10 هتديها ايه؟ 0. ال 100 هتروح واكله ده وده. شوف الافتراء. ال 100 كانت الزيرو اللي ال 10 اديته لها، وكانت الزيرو كمان بتاعها. كانتهم هما الاثنين. طب ال 100 لما تاكل ده وده هيتبقى هنا 5 بس. طب هنا 10 هتدي للرقم 0 عشان هي قريبه منه بتحبه. ال 100 هتروح تاكل ده وتاكل ده عشان هي بتاكل 2 يبقى 6 بس. 100 هتدي للرقم كام 0؟ يعني المفروض ده 3 و0 و0، ده 6 و0 و0، 5 و0 و0، 22 و0 و0. ده 3 وال 100 يعني 0 و0. هتيجي تاني دي تروح واكله واحد منهم، هيتبقى 3 و0 واحد بس. ال 10 هتدي 0. طب هيبقى الرقم منظره ايه؟ انا سامع ناس شاطره بتقول مثلا هتبقى 4 5 0 0. مش لازم تقراه. اصل ده مثلا احنا ما خدناش نقرا الرقم اللي فيه 4 ديجيت. اوكي يا جماعه مش عايزين نقراه، يعني عايزين بس نعرف ان هي 4 5 0 0. هتيجي كلمة 100 هتروح واكلة 0 و0. ال 100 علشان تشبع بتروح واكلة 2 0. هتروح واكلة الاثنين دول يتبقى 45. 100 ادي 9 اهي. 100 هتديها كام 0؟ 2. هتيجي ال 10 دي هتروح واكلة 1 يبقى 9 و0. 10 هتدي 0 1. هتقول مثلا انت هنا كتبت الرقم اوكي، انا مش عايزك تكتبه بقى خلاص. اهي 40، ما هي ال 40 مكتوبة. مش ال 40 مكتوبة؟ ال 10 هتديها 0 بس. هتيجي بقى ال 100 هتروح واكله الزيرو ده والزيرو ده هيتبقى ايه؟ 4 بس. ال 100 هتدي كام 0؟ 2 0. يبقى ده يبقى 1 2 و0 0. زي ده 4 0 والتاني اديته 0 فاصبح 4 0 0. جت ال 100 راحت واكله ده وكلت ده.
طب دي 12 وجنبيها 100 يبقى ال 12 هتبقى زي ما هي وال 100 هتديها 0 و0. هتيجي بقى كلمه 10 الباقيه دي تروح واكله منهم واحد، هيتبقى 1 و2 و0 واحد بس. هتقول لي يا مستر ليه هو التاني راح فين؟ هقول لك دي كلته بالهنا والشفا. يبقى الكلمه القريبه بتدي زيروهات، البعيده بتاخد الزيروهات. استناني في الفيديو الجاي ان شاء الله.